أكتوبر سنة 1998 في حي المهندسين، والوقت ده كانت المنطقة دي من أرقى الأماكن في مصر كلها. شوارع واسعة وشجر وكافيهات على الطراز الأوروبي وعمارات كلها من السكنة من الطبقة الراقية. لكن وسط الهدوء ده كان في عمارة معينة فيها سر كبير وكابوس. الناس اللي ساكنة في العمارة دي حسوا بريحة غريبة طالعة من الدور الرابع. في الأول قالوا يمكن قطة ميتة في المنور، واحدة تانية قالت لا يا جماعة، دي ريحة لحمة بايظة، أكيد في فريزر باظ أو حاجة. لكن مع مرور الوقت الريحة زادت وبتقطع النفس. أي حد كان بيعدي قدام الشقة دي كان بيحط إيده على بقه ومناخيره ويعدي جري. في راجل في الخمسينيات قال يا جماعة ما ينفعش نسكت أكتر من كده، لازم نبلغ الشرطة. وفعلا اتصلوا بالاسم، وما عدتش ساعة إلا وكانت عربية الشرطة واقفة تحت العمارة، والظباط طلعوا وخبطوا على باب الشقة ولكن مفيش حد فتح لهم. حاولوا يفتحوا الباب بأكتر من طريقة وفي الآخر الباب اتفتح، وأول ما دخلوا الكل وقف مصدوم. ريحة الموت كانت مالية المكان كله. الشقة واسعة، فرش غالي ونجف من أغلى الأنواع، لكن في حاجة مش طبيعية، في ريحة مش كويسة في المكان كله. لغاية ما وصلوا باب أوضة النوم، وأول ما فتحوا الباب شافوا الكابوس بعينيهم. راجل في الخمسينيات عريان ومربوط من رجليه وإيديه بسلك الكهرباء، جسمه شبه متقطع ورقبته تقريبا كده مفصولة، والدم كان حواليه في كل مكان، وكانت شكل الأوضة مريب. واحد من الضباط ما قدرش يستحمل المنظر، خرج يتنفس بره الشقة، والتاني وقف مكانه وهو بيقول ايه اللي حصل هنا؟ ده مش قتل عادي، ده تعذيب. وبعد ما النيابة عينت الجثة التقرير طلع كارثة. حمدي اتعذب بصعق كهرباء، اتضرب ضرب شديد على دماغه، وتعرض لاعتداء الجنسي قبل ما يتقتل. المشهد كله كان بيقول ان في انتقام ورا الجريمة دي، مش جريمة سرقة. لكن المفاجأة الكبيرة ان الباب ما اتكسرش، يعني القاتل دخل عادي، او ان القتيل هو اللي دخله بمعرفته. وهنا بدأت الأسئلة، مين الراجل ده وعايش ازاي؟ ومن ممكن يكون ليه مصلحة انه يتعذب بالشكل الوحشي ده؟ التحريات بدأت تكشف شخصية الراجل، وإنه اسمه حمدي قنديل. في الخمسينيات من عمره، كان شغال زمان في جهة أمنية، لكن اتفصل بسبب سلوكياته المشبوهة. هو طول الوقت كان بيحاول يبان إنه راجل مهم، وكان بيقول للناس إنه استقال بإرادته. بعدها فتح مكتب محاماة في وسط البلد، مكتب شكله كبير، بس الحقيقة إنه كان مجرد غطاء لحياته السرية. التحريات قالت إنه كان بيتعامل مع تجار مخدرات وبيتعرف على ستات مشبوهة. الجيران كانوا شايفينه رجل غامض وما بيتكلمش كتير، بس ساعات كانوا بيشوفوا شباب وستات طالعين داخلين عنده. يعني الراجل ده كان عايش حياة ليل وفساد ومستخبي تحت طماع محامي محترم. وبعد ما الشرطة ما خلصت المعاينة الأولية في شقة حمدي، كل حاجة بقيت بتقول إن الجريمة مش عادية. مفيش سرقة ومفيش خناقة في الشارع ومفيش اقتحام، يعني الجريمة حصلت جوه بيت الضحية نفسه، وعلى إيده ناس هو بنفسه فتح لهم الباب. المباحث بدأت تفتش في حياة الراجل ده، واللي ظهر كان أبشع من أي توقع. حمدي كان فتح مكتب محاماة في شارع معروف بوسط البلد. المكتب من بره كان شكله محترم، يافطة كبيرة ومكتبة خشب مليانة ملفات وكتب تاريخية وصور ليه بالبدلة والروب الرسمي بتاع المحاماة. لكن أي حد دخل جوه المكتب كان هيعرف على طول إن الشكل مش زي المضمون. المكتب نادر ما كان بيجيله موكلين حقيقيين، لا في قضايا ولا في زحمة عملاء. بالعكس، أكتر حاجة كانت بتتكرر شباب صغيرة، بنات مش معروفة، ورجالة غريبة بيقعدوا بالساعات. واحد من الحراس اللي في العمارة اللي فيها المكتب قال في التحقيقات
البيه ما كانش بيشتغل محامي بجد، أنا عمري ما شفته رايح محكمة، كان دايما قاعد مع ناس غريبة شكلهم مش تبع القانون خالص. وبالفعل التحريات أثبتت إن المكتب كان مجرد واجهة حمدي بيستغله علشان يلم ناس من نوعية معينة، تجار صغيرين وبنات بيدوروا على الفلوس وأصحاب سوابق. الغريب إن الجيران في العمارة اللي هو كان ساكن فيها قالوا إن حمدي كان نادر جدا لما بيخرج الصبح، أما طول الليل أنوار الشقة بتبقى قايدة، وعمرنا ما شفناه ما خرج الصبح ولا القضية ولا أي حاجة زي كده. واحدة من الجيران قالت كنا ساعات بنشوف بنات بيطلعوا من عنده الساعة 3 الفجر، والعمارة كلها عارفة إنه ما كانش راجل عادي. وبين الناس اللي كانوا بيدخلوا ويخرجوا من بيته في 2 شدوا انتباه المباحث جدا، شاب عشرينية شكلها من طبقة بسيطة، وشخص غامض معروف في المنطقة إنه بلطجي. الاتنين دول هيفضلوا خيط مهم في القصة. واحدة من الحاجات اللي عقدت القضية أكتر إن حمدي نفسه كان عنده تاريخ أمني حساس، اشتغل زمان في جهة سيادية لكن اتفصل بسبب تصرفاته الغريبة، كان عنده شغف بالسيطرة والإذلال. والكلام اللي طلع من التحريات بيقول إنه كان بيدخل في علاقات مشبوهة مع شباب وبنات وبيستغلهم بأساليب قذرة. واحد من أصحابه بتوع زمان قال حمدي كان عايش دور إنه أقوى من الناس كلها، كان بيحب يتحكم في اللي حواليه، ولو حد عرضه كان بيهدده أو يبتزه. يعني ببساطة الراجل كان عامل لنفسه أعداء كتيرة جدا. وأول حاجة لفتت نظر المباحث في مسرح الجريمة كانت الشيشة اللي متسابة في الصالة وحواليها بقايا مخدرات. ده اللي خلى التحريات تقول إن اللي كانوا عنده في الليلة الأخيرة ما كانوش مجرد ضيوف عاديين، لا كانوا قاعدين قعدة مزاج. ومع مراجعة المكالمات ظهرت المفاجأة، آخر اتصال لحمدي قبل ما يتقتل كان من بنت شابة، واللي اتأكدت الشرطة إنها هي نفسها اللي الجيران شافوها داخلة عنده من كام يوم. وبكده المباحث حطت أول خيط في القضية، مين البنت دي واللي كانت موجودة مع حمدي قبل ما يموت. القضية بدأت تتحول من مجرد جريمة قتل وحشية لقضية جريمة مركبة فيها فساد وابتزاز ومخدرات وعلاقات غير طبيعية. ومع دخول البنت دي في التحقيقات الحقيقة كلها بدأت تطلع حتة ورا التانية. المباحث فضلت ورا البنت اللي ظهر اسمها في مكالمات حمدي قبل ما يموت، جابوها للتحقيق. في الأول أنكرت أي علاقة بيه، لكن تحت الضغط ومع مواجهة الشهود اللي شافوها داخلة شقته انهارت وقالت أيوة أنا كنت عنده يومها بس والله ما قتلتوش. اسمها نجلاء، اسم مستعار في التحقيقات، عندها 23 سنة، من أسرة بسيطة جدا عايشة في حي شعبي، أبوها على باب الله وأمها ست بيت. نجلاء من وهي صغيرة كانت بتحلم تعيش حياة مختلفة، لبس شيك وفلوس تجري في إيديها، وكان حلمها تعيش حياة رفاهية. في يوم اتعرفت على واحدة ليها في السكة اللي مش كويسة، أخدتها لمكتب حمدي. هناك اتعرفت على الراجل، في البداية اتعامل معاها كأنه راجل محترم، ووعدها يساعدها تلاقي شغل وفضل يديها فلوس، لكن مع الوقت بدأ يستغلها، كان بيخليها تيجي شقته مقابل قعدات سهر ومزاج. نجلاء قالت في التحقيق كنت خايفة أسيبه، كان بيهددني إنه يفضحني لو ما سمعتش كلامه، كان مصورني من غير ما أعرف. يعني باختصار حمدي بيستخدم نقطة ضعف البنات علشان يسيطر عليهم. التحاليات جابت مفاجأة أكبر، نجلاء ما كانتش بتروح لحمدي لوحديها، كان معاها شخص تاني بلطجي اسمه سيد، واسم الشهرة سيد سطور. الراجل ده معروف في المنطقة إنه شغال في أعمال مشبوهة، ضرب وسطو ومخدرات. سيد كان مرتبط مع نجلاء بعلاقة، ولما عرف إن حمدي بيستغلها قرر هو كمان يدخل اللعبة، وكمان عرف إن حمدي شاذ فاستغله، وكان بيعمل معاه العلاقة مقابل فلوس. في الأول كان بياخد فلوس من حمدي علشان يسيبه مع نجلاء، وبعديها بدأ يخطط مع نجلاء إزاي يستفيدوا من الراجل أكتر. الليلة اللي اتقتل فيها حمدي نجلاء قالت إنها راحت الشقة مع سيد
قعدوا يشربوا ويتعاطوا، وحمدي كان مبسوط جدا، فاكر نفسه هو اللي مسيطر. لكن في لحظة سيد قلب الترابيزة على الكل، دخل عليه وهو ماسك سطور. حمدي اتفاجئ، ايه ده يا سيد؟ انت جاي تعمل ايه؟ سيد رد ببرود، الليلة دي مش زي كل ليلة، انت فكرت نفسك اذكى مننا. حمدي حاول يقوم، لكن سيد كان مجهز نفسه، أيده بسلك الكهرباء وبدأ يضربه. في الأول كانت نجلاء مرعوبة وبتعيط وتقول كفاية سيد مش كده، لكن سيد ما كانش في وعيه من كتر الحاجات اللي شربها. ضربه على دماغه وكمان صعقه بالكهرباء، وفضل يعذبه وهو بيقول له كنت فاكر نفسك هتشتري الناس بالفلوس، النهارده هتشوف اللي هيتعمل فيك. في لحظة جنون رفع السطور، وساعتها خلص كل شيء. نجلاء قالت إنها أول ما شافت المنظر صرخت، لكن سيد بص لها وقال اسكتي، انت معايا في الليلة دي، يعني انت شريكة. ومن هنا اتحولت من ضحية واستغلال لشريكة في جريمة قتل بشعة. الشرطة بعد اعتراف نجلاء قبضت على سيد. في التحقيق حاول ينكر، لكنه وقع في التناقضات، وأكتر حاجة وقعته إن بصماتهم كانت موجودة في كل ركن في الشقة. كمان تقرير الطب الشرعي أكد إن أكتر من شخص كان موجود في وقت الجريمة. وفي النهاية الاتنين اعترفوا. نجلاء قالت أنا ما كنتش عايز أعمل كده، هو جرني. وسيد قال هو كان يستاهل، كان بيستغل نجلاء وناس تانية كتير. القضية اتحولت رأي عام، والصحف نزلت منشطات ضخمة، مقتل محامي في شقته بالمهندسين، فتوى بلطجي ورا الجريمة البشعة. الناس كلها اتكلمت عنها، مش بس علشان الجريمة وحشية، لكن كمان علشان القضية كشفت حياة مزدوجة لراجل كان عايش بوشين. بعد ما الشرطة ما قبضت على سيد سطور ونجلاء، القضية بقت شاغلة الرأي العام كله، كل الصحف، كل البرامج. الناس مش مصدقة إن محامي معروف ساكن في عمارة شيك بالمهندسين يطلع عايش الحياة المزدوجة دي، ولا إن نهايته تكون على إيد واحدة من البنات اللي كان بيستغلهم، ومعاها كمان بلطجي. قاعة المحكمة كانت مليانة صحفيين، الكل مستني يشوف القتلة. سيد دخل الأول لابس بدلة السجن ومتكلبش وماشي جنبه العساكر. نجلاء بعدها دخلت، عينيها حمرا من البكا، ملامحها منهارة كأنها لسه مش مستوعبة اللي حصل. القاضي بدأ الجلسة. المتهم سيد، انت متهم بقتل حمدي قنديل مع سبق الإصرار والترصد، تقول ايه؟ سيد وقف وقال ايوه يا سيدة القاضي، انا قتلته، بس هو اللي بدأ، هو كان شيطان. القاضي بصله وقال يعني انت معترف بارتكاب الجريمة؟ سيد رد كان بيستغل البنات وكان بيهددني وانا خدت حقي بايدي. بعدها القاضي وجه الكلام لنجلاء، وانت يا نجلاء كان ايه دورك في القضية؟ نجلاء فضلت ساكتة شوية وبعدين قالت انا ما كنتش عايز اقتله، انا كنت ضحية زيه، هو جرني معاه. النيابة جابت تسجيلات وصور بتأكد ان حمدي كان بيبتز نجلاء بالفعل، لكن كمان النيابة وضحت ان نجلاء شاركت في التخطيط، هي اللي كلمته يوم الجريمة وهي اللي فتحت الباب لسيد. كمان التقرير الجنائي أثبت إن حمدي اتعذب وقت طويل قبل ما يموت، وده خلى القضية تتحول من قتل عادي لجريمة قتل مع سبق الإصرار. الصحافة كتبت وقتها محامي يتحول لجلاد ثم ضحية. الحياة السرية لحمدي قنديل اتكشفت في المحكمة، وفي الجلسة الأخيرة صدر حكم المحكمة. سيد واقف وشه فيه تحدي، نجلاء بتبكي طول الوقت. القاضي وقف وقال بعد الإطلاع على أوراق القضية وسماع الشهود ورؤية الأدلة، حكمت المحكمة بالإعدام شنقا على المتهم سيد، والأشغال الشقة المؤبدة على المتهمة نجلاء. القاعة كلها اتقلبت، في ناس قالت يستاهل، وفي ناس قالت العدل اتطبق، وفي ناس قالت دول ضحايا مش جناه. القضية دي فضلت الناس تتكلم عنها سنين طويلة، مش بس علشان بشاعة الجريمة، لكن علشان أظهرت إزاي إنسان ممكن يعيش بوشين، وش قدام الناس محامي محترم، ووش تاني ورا الأبواب المقفولة
مليان فساد وانحراف، وفي الآخر نفس الانحراف ده هو اللي جاب نهايته. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة. أشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.